كان نادر يعيش داخل قوقعة شفافة لا يراها أحد غيره. كانت هذه القوقعة هي عالمه، تحميه ولكنها تسجنه أيضاً. في العمل، عندما كان زميله يطلب رأيه في مشروع ما، كانت الكلمات تتحول في رأسه إلى علامات استفهام عملاقة ذات حواف حادة توشك أن تثقب قوقعته، فيتعثر في الكلام ويقول: لا أعرف، ربما، ثم يتقلص حجمه قليلاً داخل كرسيه متمنياً أن يصبح غير مرئي. وفي أحد الأيام بدا مديره كعملاق يصرخ من فوق السحاب، وأخبره مديره أن ترددك يضر بالعمل، ثم رماه خارج الشركة. وكانت هناك أمل، فتاة تشبه الشمس الصغيرة في حياته الرمادية. كانت تحبه، لكنها لم تفهم سر قوقعته. عندما قالت له بحماس: أريد أن أقدمك لعائلتي، شعر نادر وكأن عاصفة رعدية هائلة بدأت تدور داخل قوقعته الصغيرة. همس وحش الخوف الصغير الجاثم على كتفه: سيسخرون منك، سيرفضونك. فتراجع نادر واختلق الأعذار حتى بهت ضوء الشمس في عيني أمل، ورحلت بهدوء تاركة وراءها ظلاً بارداً. انهار عالم نادر. أصبحت قوقعته الشفافة الآن معتمة وثقيلة، بالكاد يستطيع التنفس بداخلها. وحين وصل إلى القاع تماماً، رأى بصيص ضوء صغير من بعيد. كان عنوان عيادة الدكتور حكيم. إزيكم؟ أنا جاسومي، صديقكم النفسي. اللي عند نادر ده اسمه اضطراب الشخصية الاجتنابي، يعني الإنسان بيتجنب الناس والمواقف مش لأنه مش عايزهم، لكن لأنه خايف من الرفض أو الإحراج. المشكلة إن التجنب بيريح بشكل مؤقت، بس على المدى الطويل بيكبر الخوف أكتر وأكتر. النصيحة: ابدأ بحاجات بسيطة جدا، زي إنك تقول صباح الخير أو إنك تسأل سؤال صغير. ما تستناش تبقى واثق 100%، اتحرك رغم الخوف. كل مرة هتعمل كده هتثبت لنفسك إنك تقدر، وإن الخوف مش أقوى منك. دخل نادر العيادة وهو يجر قوقعته الثقيلة خلفه. لم يكن الدكتور حكيم طبيباً عادياً، بل كان يشبه بستانياً حكيماً ذا لحية بيضاء ونظارات دائرية. لم يحاول الدكتور كسر القوقعة، بل ابتسم وقال بصوت دافئ: يا لها من قوقعة متينة، لابد أنها استغرقت وقتاً طويلاً لبنائها. لأول مرة شعر نادر أن شخصاً ما رأى حسنه ولم يسخر منه. بدأت رحلة العلاج. في الجلسة الأولى أعطى الدكتور حكيم لنادر مطرقة صغيرة ناعمة وقال: مهمتك هذا الأسبوع هي أن تنظر إلى القوقعة وتصفها لي. وفي الأسبوع التالي قال: الآن حاول أن تطرق عليها طرقات خفيفة جداً عندما تشعر بالأمان. خطوة بخطوة بدأ الدكتور حكيم يعلم نادر كيف يتعامل مع وحش الخوف. أراه في مرآة الحقيقة كيف أن الوحش في الواقع صغير جداً، لكن صوته عال ومضخم. ثم أعطاه مهمات صغيرة كأنها مستويات في لعبة فيديو. المستوى الأول: قل صباح الخير لبائع الخضار. نجح نادر، وظهر شرخ صغير في القوقعة دخل منه خيط رفيع من النور. المستوى الثاني: اسأل عن سعر شيء لا تنوي شراءه. نجح مرة أخرى واتسع الشرخ. مع مرور الأسابيع كانت القوقعة بتتشقق وبتتكسر، ليس بقوة بل بلطف، كقشرة بيضة تفقس عن حياة جديدة. تعلم نادر أن النقد ليس سهماً قاتلاً، وأن الرفض ليس نهاية العالم، وأن قيمته لا يحددها الآخرون. وفي صباح أحد الأيام
استيقظ نادر وشعر بالخفة. لم تختفي القوقعة تماماً، بل تحولت إلى ما يشبه معطفاً خفيفاً يمكنه أن يرتديه أو يخلعه بإرادته. وقف أمام المرآة واستعد لمقابلة عمل جديدة. رأى وحش الخوف في زاوية الغرفة، لكنه كان الآن بحجم فأر صغير. ابتسم له نادر وغمز، ثم فتح الباب وخرج إلى عالم ملون مستعداً ليبدأ حياته من جديد. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة، علشان الحكاية الجاية ممكن تكون حكايتك انت.